السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ اليوم بسوي معاكم خلطة عرقسوس لتبييض البشرة. طبعا يا بنات، الوصفة دي خارقة في التبييض، تعطي تبييض رهيب للجسم. وتين اليوم زيت عرقسوس، وصفة للجسم ووصفة للوجه خاصة يعني. بس طبعا عشان تحصلوا على النتائج يعني المبهرة، ضروري إن تتأكدوا من زيت عرقسوس يكون الأصلي. ضروري تتأكدوا من الزيت إنه يكون الأصلي. بعطيكم أهم الفروقات عشان تعرفوا تميزوا بين الأصلي والتقليد. أول شي ركزوا على العلامة الزرقاء اللي مرسوم عليها تقريبا فراشة كده. طبعا بالتقليد مش موجودة خالص دي العلامة. وكمان في العلبة من تحت مسجلة الأرقام باللون الأزرق. وغير إنه كمان لون السيروم أو الزيت عرقسوس لونه كده بني غامق، مايل للسواد. التقليد بيكون فاتح جدا واضح يعني كأنه أكتر مي. والآن بعد ما عرفنا نميز بين عرقسوس الأصلي، بنبدأ بالوصفة. أول شيء أحتاج علبة. طبعا دي كنت مسوية فيها كمية وخلصت عليا، والآن بسوي مرة ثانية معاكم. أول مكون بحتاجه واللي هو مرطب البابايا، أحط كمية تكفي كده كم يوم. وثاني مكون بيكون كريم الجلوسوليت، تقريبا بنحتاج ملعقة صغيرة من كريم الجلوسوليت. وأخلط المكونات، تخلط المكونات تمام. طبعا يا بنات أتمنى توصلوا الفيديو لأكبر عدد من اللايكات، وأي سؤال حابين تستفسروا عنه اكتبولي بالتعليقات وإن شاء الله برد على الجميع. ثالث مكون بضيفه اللي هو زيت اللوز الحلو، تقريبا ضفت ربع الغطاء. بعد ما أضيف الزيت أحركه تمام. خرجت الكمية اللي تكفي الجسم حق مرة، يعني خرجي كمية بس بضيف عليها مكونات حق مرة واحدة، حق يوم استخدام مرة واحدة. وكل يوم تكرري، يعني تاخذي من العلبة هذه وتحطي عليها قطرات عرقسوس مع كريم. الآن بذكر لكم إياها. طبعا ضفت 3 قطرات من عرقسوس فقط، لا تكثروا يعني. وكمية بسيطة من كريم درموفيت الأخضر، لا تكثروا من هذا الكريم لأنه يعني كثرة ممكن يكون ضار للبشرة. ويعني لا تستمروش بالخلطة لمدة سنوات، كونوا سووا الخلطة لمدة شهور كده وافصلوا شهر، وقفوا الخلطة لمدة شهر تريح البشرة كده، واعتنوا في مواد طبيعية، وبعدين تقدروا ترجعوا تستخدموها عشان يعني نتجنب الأمراض طريقة الاستخدام لازم تستخدميها يوميا قبل النوم، يوميا تسويها قبل النوم. وبالصباح تغسل يعني غسلة عادية كده بالصابون، وبعد ما نتغسل نرطب الجسم بأي مرطب يعني انتم متعودين عليه. والآن بسوي معاكم طريقتي في استخدام عرق السوس للوجه. طبعا عرق السوس مش الكل يقدر يستخدمه في الوجه، يعني اللي بشرته حساسة جدا لا تستخدمش عرق السوس للوجه طبعا، لأنه بيهيج البشرة، بيحسسها، ممكن يطلع لك حبوب. إلا لو كانت بشرتك من النوع اللي فيه يعني كلف ونمش. أنا استخدم هذه الخلطة على أمي، يعني أنا مش محتاجة لها، ما في شي بكلف ولا أي مشاكل يعني عشان استخدم عرق سوس للبشرة. أخلط قطرتين من عرق سوس مع كمية بسيطة من مرطب ببنتين، وأحطه على البشرة قبل النوم. الصباح تغسلين طبيعي بالماء والصابون، وبعدين ترطبي البشرة شهر إذا يعني حالتك قوية يعني، أو أسبوعين تقريبا.
بإذن الله أنا بتشوفي تحسن كبير كبير وفرق واضح من ثالث استخدام بتشوفيه الفرق. وهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، نشوفكم بالفيديو